السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا بحقق حلم من احلامي. انا عايزه اطلع مذيعه. انا بحلم وعندي طموح، ودايما طموحي بيتغير واحلامي بتتغير على حسب المرحله. في المرحله دي انا عايزه اطلع مذيعه. ايه المشكله؟ انا ما كبرتش، انا لسه حلوه وصغننه. فقررت ان انا ان شاء الله هبدا بودكاست نيلي وحكايات الدايت. الاسم اللي انا بعتز بيه وبحبه ونجحت بيه الحمد لله، وصلت لملايين الناس. والفكره من البودكاست ان انا اربط ما بين الدايت والواقع، الدايت والحياه، الدايت كتخصص وجميع التخصصات الطبيه اللي ليها علاقه بيه ومؤثره عليه، الدايت والنفسيه، الدايت والوزن، الدايت بمفهومه، وازاي ممكن نغير مفهومه. يمكن انا الحمد لله عندي قدرة على التعبير، معبرة. بعرف اقول كلام حساه، بعرف اطلع من اللي قدامي الكلام بشكل لطيف. فقررت الحمد لله ان انا ابدا البودكاست نيلي وحكايات الدايت. طيب، عشان هم اللي قالوا لي ان عشان ابدا البودكاست لازم اعرف نفسي الاول. موضوع بالنسبه لي يعني محرج شويه، بس ان انا اتكلم عن نفسي. بس خليني ابدا اقول لكم انا مين. انا دكتوره نيلي شمس، طبيبه خريجه كليه طب جامعه اسكندريه، دفعه 2004. ما حدش يحسب ورايا السن. خليكم كده ركزوا معايا في المعلومات المهمه. الحمد لله اتخرجت من كلية طب. بمناسبة بقى ان دلوقتي في مسلسل البالتو هحكي لكم حكايتي مع الطب. اتخرجت من كلية طب وكنت 601 على الدفعة. الدفعة كانت 1200، انا كنت اسمها نصين وبكل فخر. ودخلت اصلا كلية الطب بالصدفة. ما كنتش قصدا ان انا ابقى طبيبه، وربنا شاء يعني بدون دخول في تفاصيل. جبت المجموع، بعد ما جبت المجموع قالوا لي خشي صيدله، دخلت طب. انا ما حدش يعني ما بيقولوا لي روحي يمين بروح شمال على طول. دخلت كليه طب الحمد لله. اول ما دخلت قلت انا ايه اللي جابني هنا؟ المكان ده مش مكاني، ولا ده طموحي، ولا ده اللي انا عايزاه. الناس الدحيحه دي، الناس ايه المواد الصعبه دي، ايه كم المناهج دي، ايه كم المحاضرات والفرهده دي. بس خلاص قدر الله ما شاء فعل، لازم اتاقلم. المشكله كانت التاقلم اخد مني سنين طويله قوي، لان الطب طويله قوي. ولحد دلوقتي عايزه اقول لكم بعد التخرج، انا متخرجه 2005، كنت مخلصه امتيازي 2005. عايزه اقول لكم ان انا بتاقلم لحد دلوقتي. دي كام سنه مثلا؟ 2005 دي كام؟ مش عارفه احسبها، كتير قوي قوي، عمر طويل. ولحد دلوقتي بنتاقلم، لانه دخلت كليه طب يبقى هتذاكر طول عمرك عشان تبقى مختلف، عشان تبقى مميز، عشان تو كوب، او انك تتاقلم على الابديتس او الحاجات اللي هي بتظهر كل يوم في العلم. طبيب يعني بتتعلم كل ما يتعلق بصحه البشر بشكل مبدئي علمي، وبعدها بتخش امتياز، بتخش اقسام مختلفه في الامتياز عشان تشوف العملي. وبعدها بنروح التكليف. رحت التكليف وعنكم ما تشوف الهنو بالظبط المسلسل بتاع البلطو. المكان كان وحدة صحية في أبيس. طبعا مشكورين وزارة الصحة، ومشكورين الناس اللي عاملين بوزارة الصحة الموضوع. يعني حصل كبير، يعني الواحد بيحاول ان هو يخدم الناس وكل حاجة، بس في الآخر أنا ما حسيتش ان المكان ده مكاني. يعني أنا حسيت ان أنا محتاجة ان أنا أعمل حاجة مختلفة. يعني هو بالنسبة لي أنا ضد الروتين، أو ان أنا ما أقدرش أعيش في روتين فترة طويلة. المهم ان أنا استقلت طن 3 شهور، وقلت لابويا والامي انا هستقيل. طبعا قوبل ده بالرفض التام، وانتي اتجننتي وتراب الميري والمعاشات والتامينات، وقالوا لي روحي شمال. رحت يمين برضو، ماليش دعوه، رحت استقلت وما كنتش عارفه هعمل ايه. بعدها كل ده طبعا كنت لسه متجوزة حديثا. يعني بعدها قررت ان انا اعمل حاجة مختلفة. كان اياميها ادارة الجودة الشاملة، وده جزء من ادارة المستشفيات. دي كانت شهادة المفروض بتؤهلنا ان احنا نبقى بندير الاماكن الصحية والمقدمي الخدمة الصحية، نقدر ان احنا نقدم لهم الادارة بجودة او بشكل معين. يعني الحمد لله ربنا قدرني، دخلت الدبلومة، بعدها عملت شهادة أعلى من الدبلومة، حاجة كده انترناشنال أو عالمية، واشتغلت استشاري رعاية جودة صحية.
استشاري رعاية جودة صحية وأنا كان عندي 27 سنة، ولفيت الجمهورية، نقابات الجمهورية، بدي كورسات في الجودة الشاملة للرعاية الصحية. والحمد لله الدنيا كانت كويسة جدا، علاقاتي كانت كتيرة جدا، أنا لسه صغنونة، كنت بكسب كويس جدا جدا الحمد لله، يعني بالنسبة لسني وبالنسبة لوضعي. وده كان أول درس ليا، إنه طالما أنا عملت اللي أنا حاساه، وطالما ربنا سهل لي الدخول من باب، يبقى الباب ده خير. يعني انا عمري ما خططت انا داخله اعمل ايه، او الباب ده اللي انا هفتحه وبعديه فيه ايه، ما اعرفش. الغيب عند ربنا. بحاول اشوف قدراتي ايه اللي اقدر اعمله، بميل دايما اللي يريحني نفسيا، ان انا ابقى بعمل حاجه مش روتينيه وربنا بيوفقني. ده كان اول درس. تاني درس ان انا بعد ما ربنا سهل لي وكنت شاطره جدا ومشهوره كنت جدا في الكواليتي ساعتها بدون مبالغه، حصلت لي ظروف حياتيه ادت لاني اعمل وقفه كده مع النفس. ما انا شغلي مين لي محاضر، بعرف احاضر الحمد لله، طول عمري بعرف اوصل المعلومه وبسطها جدا. الجوده حاجه سهله صعبه مش سهله يعني، وتدريسها اداره المستشفيات عموما مش سهل، بس انا الحمد لله كنت بعرف اوصل المعلومه كويس جدا. حصل لي حاجه في حياتي خلتني لازم اغير طريقه الشغل. يعني الحاجه دي خسستني يمكن 10 كيلو من وزني، اللي هو ما كانش وزن اساسا، انا طول عمري نحيفه، ومن وانا صغننه وانا نحيفه، وزني ما كانش بيتعدى ال 50 52 كيلو. ولما اتجوزت وخلفت كنت 59 تقريبا، فان انا اخس 10 كيلو من وزني في شهر ونص، دي كانت حاجه صعبه جدا عليا. وبعدين انا كنت قاعده باصه للسقف شهر ونص دول. فقررت ان انا اتحرك، افتح باب تاني، في باب تاني، اصل هو لما فتحته اولاني نجحت، هفتح باب تاني. قعدت افكر كده ايه اللي انا ممكن اعمله يخليني احتك بالناس اكتر. هو ده كان هدفي الاساسي، انا عايزه اقرب للناس، عايزه يبقى دايره معارفي اكبر، عايزه احتك ببشر غير البشر النمطيين اللي انا بشوفهم بشكل يعني متكرر، وعايزه يبقى في اخد ودي مع الناس. ف من هنا ربنا سهلي ان انا اقدم على ماجستير الصحه العامه بكليه طب في قسم طب المجتمع. ده ماجستير شامل كل ما يتعلق بالصحه العامه من تخصصات مختلفة، إدارة مستشفيات، إدارة جودة، يعني فاميلي ميديسن اللي احنا بنقول عليها طب أسرة، حاجات كتير، ريسيرش، يعني طرق البحث، وبائيات. عشان كده دايما لما حد يناقشني في أي حاجة تخص الأبحاث بتكلم بقلب جامد، ما أنا دارسة ده. بس اللي لفت نظري جدا في الماجستير هو النيوتريشن كورس. ده كان مادة حاجة عندنا اسمها إلكتيف، يعني بنختارها بشكل اختياري مش إجبارية، وبتديني عدد ساعات قليلة جدا، بس أنا اخترتها. ولما سمعت أول مرة عنها وقعدت أحضر المحاضرة بتاعتها، حسيت إن أنا مستمتعة. إيه ده؟ هو ده تخصص؟ هو أنا ينفع إن أنا أقول الناس تاكل إيه وما تاكلش إيه؟ هو ممكن يكون ده كان يعني لو كنت عندي دراية بيه أكتر كان ينقذني إن أنا أخسر كل الكيلوهات دي وفي الشهر ونص أبقى ضعيفة وتعبانة. كمان افتكرت إن وأنا صغنونة كان عندي نهم شديد للسكر، السكر الأبيض الصريح، لدرجة إن أنا كنت كل يوم بالليل بعد ما الناس بتنام بخش المطبخ وافتح برطمان السكر الكبير ده واكل منه بالمعلقة. هو ممكن يكون الموضوع ليه علاج أو ليه أصل، يعني خليني كده استكشف. وفعلا ابتديت استكشف في الموضوع ولقيت ان انا اقدر ابقى دكتورة تغذية. بس كان ناقصني ان انا اتعلم تغذية بقى، تغذية بدون بقى دخول في تفاصيل الرحلة. رحلة طويلة في البحث عن مصدر لتعلم التغذية، من مروح للقاهرة عشان أحضر مؤتمرات كانت لسه ساعتها يعني بادية من 2-3، مجتمع جديد بدخل فيه، رفض تدريب عند دكاترة تغذية مش حابين ان حد يخش عندهم يشوف اللي بيحصل ايه، او مش حابين انا شخصيا، يمكن يعني علشان ممكن اكون مثلا حد عامل سمعة في تخصص معين، وانا اتقال لي انه خليكي في تخصصك، خليكي في الجودة، انت جايه تعملي ايه في التغذية. ف يعني حاجات كتير قوي حصلت الى ان ربنا وفقني وانشأت الجمعية العلمية
اللي بتتكلم عن كل حاجة تخص التغذية من 10 سنين ولحد دلوقتي. الحمد لله الحمد لله، أنا بتكلم بكل فخر ومبسوطة قوي من أحسن الجمعيات في مصر في التغذية، ومن أفضل الجمعيات المنظمة المؤتمر تغذية كبير أنا بشرف على تنظيمه بشكل سنوي الحمد لله. الرحلة ما خلصتش على كده، عملت دكتوراه في التغذية، تخصص التغذية في المعهد العالي للصحة العامة بالإسكندرية، ودكتوراه أخذت مني يعني مجهود ووقت، وكان مشوار صعب جدا إلى أن الحمد لله بفضل الله خلصته. ربنا يسر لي دايما وجود ناس من عند ربنا كده تحس ان هم جنود. يعني كانت دكتورة نوال عبد الرحيم الله يرحمها، ليها الكل الفضل وانا مش هنساها وهفضل ادعي لها. ربنا يا رب يجعل كل حرف في العلم انا بنشره في ميزان حسناتها. هي اللي ربنا جعلها سبب ان انا اقدر اسجل في الدكتوراه. يعني احداث كتير الى ان وصلت لان انا اكلمكم في البودكاست. يمكن احنا وصلنا في متابعين السوشيال ميديا ل4 مليون متابع او اكتر، ودي حاجة انا برضو ما كنتش مخططة لها. ده باب شروق زقتني كده وقالت لي ادخلي يا دكتور. قلت لها يا بنتي عيب، ما يصحش، انا ست دكتورة وليا وضعي وبرستيجي، هطلع اعمل ايه مع السوشيال ميديا؟ مفهوم السوشيال ميديا بالنسبة لي كان هرج ومرج بقى. برضو ستيل انا عندي موهبة وبحب امثل، انا من صغري عايزة اطلع ممثلة وحاجات تانية، بس اضليت طريقي للطب. فهي يعني من الحاجات الحلوه قوي قوي في حياتي. الناس اللي متابعيني عارفين مين هي شروق، ربنا يبارك لي فيها، اعتبرها اكبر داعم ليا في الشغل ودراعي اليمين، ربنا يبارك في صحتها يا رب. قالت لي ادخلي يا دكتور، ادخلي السوشيال ميديا. محاولات كتير وكنا بنحاول وبنجاهد في السوشيال ميديا الى ان هي اختارت لي نيلي وحكايات الدايت. اتنصحنا ان احنا يبقى لينا هاشتاج فشروق قالت لي نيلي وحكايات الدايت يا دكتور. او هي شروق اول ما بتقول لي على اي اقتراح ما بقتنعش بيه في الاول، اقعد اقول لها ايه اللي انتي بتقوليه ده وبيطلع احسن اقتراح، يعني ربنا يبارك فيها. فدخلنا السوشيال ميديا، وكان اول نجاح لينا عن طريق بيج الفيسبوك. قالوا لنا انه البيج هي اكتر حاجه ممكن تجيب ريتش، لان الناس بتشوفها وبتقدر تشاير منها وكده، واشتغلنا. ومنها الى يعني داعم تاني ليا وجوده مهم جدا برضو معانا في السوشيال ميديا، وهو اسامه الماركتنج مانجر لشغلي، وهو نصحني ان انا اعمل تيك توك. انا مش متصوره ان انا اقتنعت ان انا اعمل اول تيك توك يعني، ودخلت عالم مجهول بالنسبه لي، ابلكيشن بالنسبه لي، يعني انا ست برضو كبيره في السن ولقيت كل اللي على التيك توك معظمهم مراهقين وصغننين واطفال وكده، وردود افعال يعني بالنسبه لي كانت غريبه، بس اخترقنا ووصلنا الحمد لله في التيك توك. فربنا يسر انه انا بقى ليا متابعين، بقى ليا ناس بتثق في كلامي، بقى ليا شعبيه من حيث لا اعلم. انا ماليش دعوه، انا ما اعرفش، بس هي ادتني مسؤوليه، خلتني مسؤوله. وفي كل مره بنفكر في حاجه جديده نعملها علشان نوصل المعلومه بتزيد المسؤوليه. فالبودكاست ده هيزود المسؤوليه، هيوصلنا لحاجه اسمها الشفافيه، انه احنا هنجيب متخصصين يتكلموا في تخصصهم وعلاقته بالصحة والدايت والوزن واضطرابات الطعام والمشاكل اللي بيمر بيها الدايترز كلهم. وبالمناسبة دايتر دي كلمة انجلش عادي، ده دايتر يعني، معرفش الناس معترضة عليها ليه. وده هيزود المسؤولية، هيزود الشفافية، هيزود الهجوم، لانه الكلام مش عاجب شريحة كبيرة جدا من منتفعي سوق الدايت. ايه ده، هو في حاجة اسمها دايت ماركت او سوق دايت؟ طبعا مرضى زيادة الوزن والسمنة في ازدياد مضاعفة للأرقام بشكل رهيب رهيب، وكل ما الأرقام بتزيد كل ما سوق الدايت بيكبر. سوق الدايت هو السوق اللي بيبقى فيه شراء وبيع كل ما يتعلق بمريض السمنة وزيادة الوزن. يعرف مريض السمنة وزيادة الوزن بأنه الإنسان الذي يعاني من وزنه، يعاني شكلا، نفسية، صحة، ومن بطن المعاناة هبيع لك.
وهنا انا ما بهاجمش، ده سوق مشروع، ده سوق مشروع. هبيع لك دواء يقلل لك الشهية، هبيع لك اكل دايت، هبيع لك سكر دايت، هبيع لك فكرة، والفكرة دي هتبقى ترند وانا هتشهر وانتشر. هبيع لك، انت كاستمر، انت زبون، هو برضو ده مشروع. نفترض جدلا ان عدد مرضى السمنة وزيادة الوزن قل ما زادش، اذا حجم السوق هيقل، وده تهديد للمنتفعين. وبرضو انا مش بهاجم، انا بشرح وضع. مبدأ سوق الدايت مبني على eat less move more، كل اقل هتخس، وده مبدأ علمي مبني على حاجة اسمها ثيرموداينامكس، نظرية علمية. ثيرموداينامكس يعني ايه؟ احنا بنحتاج طاقة بناخدها من الاكل عشان نكفي احتياجاتنا. احتياجاتنا عبارة عن احتياجات اساسية، دي حاجة بنسميها بيزا الميتابوليك ريت، عشان نعيش ونتنفس، بتتحسب بعد 8 ساعات نوم، قاعدين هادين نايمين في السرير فتحنا علينا بس، محتاجين كم سعر حراري، ودي وحدة الطاقة اللي احنا بناخدها من الاكل. الحاجة التانية الديلي اكتيفيتي او النشاط اليومي، ايا كان بقى شكل نشاطك، انت نشيط، انت كسول، انت بتشتغل شغل مرهق بدنيا، انت بتلعب جيم، النشاط اليومي ده بيتأثر جدا جدا وبيؤثر في الطاقة اللي حضرتك محتاجها يوميا. اذا الطاقة اللي انا باخدها لازم تكفي الحاجتين دول، مش بس دول، ده كمان في حاجة اسمها ثيرموجينيك افكت اوف فود. يعني انا اما باجي باكل بحرق طاقة، مش انا بمضغ، مش انا ببلع، مش انا بهضم، مش انا بيحصل عندي امتصاص، العملية دي بتصرف طاقة. فالمفروض اكلك اللي بيدخلك الطاقة دي لو كان قد احتياجاتك وزنك ثابت، لو كان اكلك اقل من احتياجاتك جسمك لازم يلاقي طريقة يعوض بيها الفرق في الطاقة، فبيجيبها من مخزون، فحضرتك بتخس. ولو أكلك بيديك طاقة أزيد من احتياجاتك، حضرتك هتزيد، لأنه الفرق هيتخزن في جسمك. ثيرموداينامكس، مفيش مشكلة. بيد على النظرية دي فقط يقوم سوق الدايت. يعني طالما انك لما بتاكل كتير بتتخن، يبقى زي ما قلت لحضرتك هتعمل دايت نيلي شمس. يبقى دايت نيلي شمس ده اللي هيخسسك وهيحل لك مشكلتك، ما انت هتاكل فيه اقل، ونوعية الاكل اللي فيه هي الدايت السحري، هي اللي تبقى الكبسولة السحرية. ومن هنا مش قادرة اوصف لكم من بداية 1890 تقريبا، بداية أول دايت في العصر الحديث، وظهر آلاف الدايتات. سوق دايت، آلاف الدايتات اللي عاملها فلان، اللي عاملها علان، اللي مبنية على إنك ما تاكلش نشويات، لا زودها، شيل الأكل حط بداله مية، طب حط مكملات، طب شيل الأكل وحط ديتوكس، طب خد دهون أقل، طب لا زود الدهون، لا أصل اعمل مش عارفة إيه، لما في لخبطة وهسل. وفي كل مرة بتجرب فيها دايت من الدايتات بتخس يا فندم، لأن في الآخر الفكرة في إنك التزمت بالدايت اللي هيديك سعرات أقل من احتياجاتك فخسيت. الفكرة مش في نوع الدايت. أدي أول مفهوم. تاني مفهوم، ومع اللخبطة في الدايتات ومع عدم قدرتنا ان احنا نكمل عليها، ظهر المنتجات. يلا ناخد حاجة تزود الحرق، طب ناخد حاجة موضعية عشان تقلل دهون البطن، طب يلا بينا ناخد حاجة تقلل الشهية، طب يلا نقلل الشهية عن طريق ألياف، لا هناخد حاجة تقلل الشهية عن طريق مركز الشبع في المخ. ما انت مشكلتك في شهيتك، ما انت ما عندكش إرادة، ما انت مش عارف تقفل بقك، وبالتالي قامت الفارماكوثيرابي أو صناعة الأدوية التي تخص الوزن. ويا ريتنا خسينا، ويا ريت السمنة راحت. ظهر بعدها فكرة لا انت لا نافع لك دايت ولا نافع لك أدوية، تعالى لي كده احنا هناخد كده المعدة اللي عمالة تكون وتاخد الأكل شبه البالونة دي ونقصها، نشيل 80% منها عشان نحللك مشكلتك، ونسيب تيوب صغنن كده قد الفنجان عشان تاكل كميات أكل أقل غصب عنك. ويا ريت السمنة قلت، ويا ريت عدد الناس اللي بيزيدوا في الوزن قلوا، ويا ريت نتائج جراحات السمنة دامت. خلاص
احنا شايفين كمية الارتداد في الوزن بعد جراحات السمنة عاملة ازاي، بعد الأدوية عاملة ازاي، بعد الدايتات عاملة ازاي. الناس بتعيش وهي بتعمل دايت، بتعيش عشان تعمل دايت، ما بتعيش عشان تنتج، ما بتعيش عشان تفرح، ما بتعيش عشان تعيش، لا هي بتعيش عشان تعمل دايت. هو ده مفهوم سوق الدايت. طول ما عندك احتياج أنا بكسب، طول ما حضرتك محتاجني هكسب. وبالتالي عدد الناس اللي بيعانوا من زيادة الوزن كل ما بيزيدوا الدايت ماركت بيزيد. فكرة وجود الدايت ماركت وازدياد عدد الحالات ما يخليناش نقف وقفة كده ونقول طالما الموضوع eat less move more، كل قليل اتحرك اكتر، طالما في انفلونسرز وخبراء تغذية كتير جدا على السوشيال ميديا أجانب وعرب، طالما في أدوية، طالما في مكملات، طالما في عمليات، هو المشكلة ما بتتحلش ليه؟ ويا ريتها مشكلة على مستوى العالم بس، يعني مشكلة شخصية. هو أنا جربت كل ده وبرضو ما بخسش ليه؟ هو ده فكرة البيهيفيرال موديفيكيشن أو تعديل السلوك الإنساني. تغيير الأفكار، تغيير العادات، تغيير السلوك هو اللي هيضمن إن حضرتك اللي بتعمله عشان تخس يستمر. صح ولا غلط؟ ركزوا كده وشوفوا إيه اللي ناقص عشان اللوب يتقفل، الفجوة تتقفل، عشان نحل المشكلة. انت اللي لازم تتغير، انت اللي لازم تقرر ايه اللي لايقلك، انت اللي لازم تحس انه في حاجة غلط من تجاربك الكتير. الموضوع تحدي بالنسبة لي، لانه انا درست behavioral modification في الدكتوراه، تعديل سلوك. انا درست حاجة اسمها health coaching او ارشاد صحي مبني على تعديل السلوك وتغيير نمط الحياة. انا جربت ده مع الحالات. شغل مع الحالة بيبقى ممتع لأقصى درجة انتوا تتصوروها. اكتر حاجة مخلياني مكملة في الحياة بالمود والطاقة اللي انتوا شايفينها عن طريق السوشيال ميديا هي الحالات، وهم حالات، قصص الحالات، الحكايات. في مبدأ كده انا ماشية بيه اسمه ميرورينج، يعني المراية. انا لما بقعد مع شخص بستمع ليه جيد، بشكل جيد، بستمع جدا ليه، الشخص ده بيعمل حاجة ممكن يكون مفتقدها، انه يحكي. ما هو معتمد على اني طبيبة، مفيش تضارب مصالح بيني وبينه، مش هحكم عليه، وفي نفس الوقت عندي ethics، اخلاقيات مهنة، فمش هطلع اسراره بره. فالناس ما بتصدق تحكي الحكاية، هي بتبقى جاية بمفهوم ان هي جاية لدكتور الدايت فهي عايزة الورقة والميزان، صح؟ لكن انا ما بعملش كده، بحط الورقة وببعد الميزان وبركز على الحكاية. انت هتسمعيني؟ هسمعك. انت هتسمعيني ايه علاقة ده بالدايت وانا جاي عند دكتور نفسي؟ انت مش فاهم، في علاقة وثيقة شرطية ما بين نفسيتك وما بين التحكم والتغيير والاستمرارية. فلازم اسمعك. يبقى شرط اساسي من نجاحك ان انا اسمعك وايف شغلي والميل بلان او النظام الغذائي اللي انا بديهولك وطريقة عيشتك خلال الفترة اللي هتبعد عني فيها على حكايتك انت. طبعا ايه ده؟ يعني هتقعدي وقت وتسمعيني؟ ايوه. يعني الموضوع مبني عليا انا؟ ده مبدأ اسمه بايو انديفيدواليتي او فردية في التعامل، وده اكتر مبدأ نجحني بفضل الله. نجحني على مستوى المهني ونجحني على مستوى النفسي، لانه مبدأ المراية بيسمح لي ان انا اسمع الحكاية. فبيحصل حاجة من اتنين، يا اما الحكاية بتحطني في مكاني مظبوط، بتحسسني بقيمة النعم اللي عندي، بتحسسني انه في ابتلاءات في الدنيا اكتر من الابتلاءات اللي ممكن اكون بمر بيها، بتقويني، بتديني خبرة رهيبة في الحياة. وفي نفس الوقت الحكاية دي بتسمح لي ان انا لما اجي اتعامل مع الحالة اللي بعدها استخدم احداث الحكاية في مساعدتها. ما حضرتك مش فاهم، اصل احنا كلنا ابطال قصص متشابهة، قصصنا كلها متشابهة في الاحداث،
اللي بيختلف هي الأبطال والشخصيات اللي بيتحكموا في النهاية، استقبالنا للموضوع، طريقة التعامل مع الموضوع، الخبرة اللي عندنا. ففي الآخر حكايات الناس كلها متشابهة، خصوصا حكايات الدايترز، حكايات بقى ولا في الأحلام. بسمع الحكاية بناء عليه بطبطب واعمل مساندة، ودي حاجة الناس مفتقداها، وبعدها بأيف. وكلمة بأيف أنا جايبها من الجودة وجايبها من التغذية، يعني كأني خياط بالظبط بفصل بدلة على قد صاحبها. يطلع المريض من عندي لما بيرجع تاني بيبقى حاسس ان هو مش جاي الفود بوليس أكل بيتهمه، بيشكك في كلامه، دايما حطه في موضع الحكم عليه، همه نتيجة على الميزان وخلاص. بيفرق جدا ده في نفسية الحالة، في استمراريتها، في نجاحها. ده بيخليني أقابل عدد حالات أقل على فكرة، وده بيخليني أبذل مجهود مضاعف على فكرة، وده بيخليني ممكن أقلق على رزقي على فكرة. ما هو أنا بني آدم وعندي احتياجات، بس لأ، سبحان الله، كل ما الواحد يخلص في شغله كل ما بيترزق بشكل أفضل بكتير، نعم ربنا عليه بتزيد. وده اللي خلاني أفكر إنه ليه بقى طريقتي في الأداء اللي ناجحة مع الحالات ما تنتشرش. وانتشارها على السوشيال ميديا على فكرة مش هو ده بس الهدف، ده لازم تنتشر بين الأخصائيين، لأن يبقاش عندي زمايل صغننين يتعلموا، وبعد ما يتعلموا يشتغلوا بنفس الطريقة، وبالتالي زي ما بقول كده علميا I can spread the call، يعني طريقة الشغل دي تبقى هي المتواجدة وتكمبيت أو تنافس في سوق الدايت. أنا ما كنتش والله يعني يخطر على بالي، كرم ربنا في إنه نظام الحصص، تقنين كميات الأكل، الطريقة اللي أنا بتعامل بيها مع المرضى، الطريقة اللي أنا نجحت بيها تنتشر كده. الطريقة بتاعتنا بقت ترند بفضل الله. يمكن ده إخلاص، يمكن قدرة ربنا سبحانه وتعالى إنه الحق والعلم يبان، يظهر وينافس. الفكرة بس إنه اللي احنا بنعمله ضد سوق الدايت. ده بيعتمد على البني آدم إنه ما يحتاجش يشتري أو يتأثر من نوع دايت معين، أو يبقى تابع لإنفلونسر أو مؤثر معين. هو هيعتمد على نفسه وبس. ودي حاجة يمكن مخلينا بنقابل بهجوم شديد من كثير من المنتفعين، وده بيخلينا الحمد لله نكبر أكتر. هم بيعملوا الحاجة وهم فاكرين انه الهجوم ده او الاتهامات او الى اخره ممكن تقلل من الريتش او من وصولنا للناس، لكن ده ما بيحصلش بفضل الله. وده اللي خلاني اعمل هذا البودكاست. غريب بقى انه نيلي وحكاية الدايت بقت في كل حتة، بقت بيج على الفيسبوك، بقت جروب على الفيسبوك، بقت على تيك توك، بقت على انستجرام، بقت في كل حتة. وبرضو ده مش تخطيط، ده باب انا فتحته، وربنا اراد ان احنا نوصل للنقطة اللي انا بتكلم فيها دي. انا نيتي دايما 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 بانه انشر الصح ايا كانت التوابع او ايا كانت اللي هيحصل. وعايزة اقول انه فاقد الشيء يعطيه، فاقد الشيء يعطيه مش لا يعطيه، بالعكس. يمكن الطاقة الإيجابية اللي انتوا بتوصفوني بيها أنا محتاجاها، وربنا سبحانه وتعالى جعلني سبب ليكوا إن أنا أديكوا طاقة إيجابية، والعكس صحيح، أنا باخد منكوا طاقة إيجابية لا تتخيلوها. ده رزقي ورزقكم. يعني أتمنى من الله إنه البودكاست ده يبقى بداية مرحلة جديدة إن شاء الله بإذن الله. هنوصل بيها إن احنا بالعلم وبالمتخصصين نعمل uncovering أو نشيل الغطاء من على أفكار كتيرة جدا جدا جدا. ممكن الأفكار دي تكون أفكار مغلوطة، وهي اللي مخليانا في هسل أو في فوضى كيوس. يعني أنا قاعد في فوضى، مش عارف أعمل إيه وأكل إيه وأشرب إيه، والدنيا متلخبطة عندي. يمكن لما نسمع من المتخصص ده يخلينا أهدى، ويخلينا نبدأ طريقنا للطريق الصح.
اهم بقى رسالة عايزة ابعتها عن طريق البودكاست ان الموضوع بسيط في منتهى البساطة، معتمد انكم تفهموا، تنظموا، تحطوا اولويات صح، وتعملوا اللي لايق عليكم، تصدقوا فقط اللي لايق عليكم، ما تصدقوش الاكستريمز او الحاجات المجحفة او الحاجات الظلمة او الحاجات اللي هتودينا الشرق او الغرب. لا، خليكوا في النص، خليكوا معتدلين، صدقوني هتوصلوا. وعايزه اقول لكم انه 90% او اكتر من اللي بيسمع البودكاست ده مش محتاج اصلا ولا ياخد دواء ولا يعمل دايت بمفهومه الظالم ولا يبهدل نفسه، محتاج فقط يفهم وينظم ويستمر. وده اللي احنا ان شاء الله هنوصل له مع نهايه البودكاست. صدقوا انكم تقدروا، وصدقوني انا هنقل العلم بكل امانه وبساطه. العلم لو اتنقل بكل امانه وبساطه هتطلعوا بره الهرج والمرج ده. صدقوني احنا المسؤولين عن هذا الهرج والمرج، لان احنا مقصرين في نقل العلم بشكل بسيط للجمهور. وهو ده ان شاء الله باذن الله ان انا هحاول اوصله لكم عن طريق البودكاست، واحقق حلمي ان انا ابقى مذيعه دكتوره. طيب عايزه بقى اقول لكم حاجه مهمه جدا. ان شاء الله البودكاست ده هينزل على ان شاء الله اليوتيوب، هينزل على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك، هينزل على الابل بودكاست، الجوجل بودكاست، سبوتيفاي وانغامي. اي حد بقى يسمع البودكاست ده يديني ريفيو، مصدقني مش مصدق، فاهم انا قلت ايه، هيجرب، بدأ ونجح، ادوني ريفيوز علشان اعرف اطور واعرف اشتغل الفترة الجاية ان شاء الله على حسب احتياجاتكم. ادوني ريفيوز طبعا، يعني بعد المجهود الخارق اللي انا بعمله ده لازم تبقى 5 من 5 بقى، خليكوا لطاف. كمان لو على اليوتيوب بتتابعوني اعملوا سبسكرايب، لان ان شاء الله باذن الله الفترة الجاية هركز عشان البودكاست ينزل في مواعيد متقاربة، فنركز كده ونعمل السبسكرايب عشان تشوفوا البودكاست. ووعدكم بأول حلقة هتبقى جامدة جدا 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 الفترة الجاية. صدقوني، بسطوها على نفسكم، ما تصدقوش اللي عايز يعمم الاكستريم او يعمم المختلف، يعمم اللي احنا مش متعودين عليه، الغير فطري. صدقوا البساطة، لانه ربنا سبحانه وتعالى جميل وبيسرها على عباده، فاحنا ما ينفعش نظلم نفسنا وما نيسرهاش على نفسنا. اشوفكم ان شاء الله باذن الله على خير، وتسمعوني ان شاء الله على خير في اول حلقة من حلقات بودكاست نيلي وحكايات الدايت.